السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا فيري فود ودي قناتي، والنهارده باذن الله هنعمل مع بعض البيف البيتي. آه، عندي هنا قطعتين لحمة انا فرماهم، وكمان معايا بصلاية، وكمان قرن فلفل، نص قطعة قرن فلفل حراقة، وكمان فصين حبهان، وثلاث وحدات كده قرنفل 4 عشان الطعم يعني، وكمان قرن فلفل عادي مش حراق. تمام، حطيت كل المكونات بتاعتي. اللحمة دي على فكرة ممكن تسلقيها الأول وبعد كده تستخدميها، وممكن تفرميها، وممكن تعمليها قطع صغيرة براحتك خالص. كده كده هي هتتفرم تاني. احط على النار كده اللحمة والبصل والفلفل الحراق والبهارات، وقصدي وال المكونات بتاعتي كلها احطها على النار، وهوطي عليها النار وافضل اقلب فيها لحد لما تنزل ميتها زي كده وتشربها، واتاكد ان اللحمه استوت معايا. طبعا اللحمه دي انا عارفاها، يعني كل واحد يعرف اللحمه بتاعته، دي لحمه صغيره، لحمه بتلو يعني. تمام كده. حابه تعمليها بالفراخ تمام، حابه تعمليها بلحمه نوع تاني بقري ولا حاجه براحتك خالص. تمام، دي لحمه صغيره. كان عندي حته لحمه، قلت ايه اجربهم واعملهم بيف للولاد، هما بيحبوه جدا واحسن وانضف من بره بكتير. بعد ما استوت اللحمه كده، قبل ما اضربهم في الخلاط، شلت بقى ايه وحدات الحبان اللي كنت حطاها بعد ما استوت. وايه، هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. جبت هنا معلقه جيلاتين، وحطيت عليها معلقه ميه، وهقلبهم كده بس كده ايه، واركنها على جنب علشان على ما اللحمه بتاعتي تستوي هحط معاهم الايه الجيلاتين ده مجرد بس يمسك. تمام، اسيبهم كده على جنب لحد لما ايه الجيلاتين يدوب في الميه. تمام كده. طبعا الولاد كلهم بيحبوا البيفي والبلو بيف والحاجات دي، بيحبوه جدا يعني، وانا عن نفسي بحبه، بس طبعا يعني الانضف والاصح نعمله في البيت من غير مواد حافظه ولا حاجه. تمام كده. حطينا بين اللحمه والبصل والفلفل. لو ما عندك اولاد صغيرين ما بيحبوش الحاجه الحراقه، بلاش من الفلفل الحراق، حطي فلفل اخضر بس. مش حابه طعم الفلفل اللي ولادك بيحبوه بقى براحتك خالص، الطعم ده ليكي. تمام. هنحط بقى اللحمه والبصل هنا في اللي سلقناهم في الكبه بتاعتنا او في الخلاط. وكمان هنحط ايه كام نقطه كده بس من اللون الغذائي الاحمر، عشان يدي ايه اللون الاحمر للبيفي زي ما الولاد بيشتروه بالظبط. وابتدي بقى احط بقى البهارات بتاعتي والتتبيله اللي انا عايزاها. مثلا عايزه بقى ايه بهارات بطعم اللحمه، عايزه كمان بهارات 7 بهارات. اي بهارات حابه تحطيها ولادك بيحبوا طعمها حطيها، كاري براحتك خالص، اللي موجود الطعم اللي بتحبيه حطيه. دي هنا ليكي ايه مطلق الحريه بتاعتك. تمام. وحطيت الجيلاتين وضربتهم في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. بصوا، طبعا اللحمه هنا مستويه. تمام. وفي كيس كده وفي علبه بلاستيك، اي علبه عندك بقى بتاعت لانش بوكس، علبه صغيره، علب تلاجة. لو مفيش علبه خالص يبقى جوه كيس بلاستيك، وتعمليه زي كده. حطوه في الفريزر بقى ساعه كده، وعشان اوريه لكم بس يعني. طعم طبعا جميل جدا، بسم الله ما شاء الله، طعم جميل وزي الجاهز يا جماعه، مش هتفرقوا عن الجاهز، واجمل وانضف واحلى كمان صراحه. انا عن نفسي عجبني جدا. وبعد كده هم قالوا لي اي ماما يعني لحمه ما بناكلهاش او اي حاجه تعملها لنا بالطريقه دي. بص بقى ما شاء الله، تحفه، نظيف، مضمون، ما فيش مواد حافظه، حاجه في البيت يعني. بسم الله ما شاء الله، عجبت الولاد بالبيت بقى لوحده كده يعني. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال. طبعا قطعة اللحمة دي قطعتين صغيرين يعني، انت بقى تكبري الكمية زي ما انت عايزة. انا وريتك يعني ايه الهدف والطريقة، وانت يعني ممكن تكبري الكمية براحتك خالص. تمام. بس الطعم جميل ما شاء الله، ومن غير مواد حافظة، وضمن كل حاجة حطاها فيه. هنعمل مع بعض كده بقى ايه طبق كده بالبيض برضو اتعشينا بيه. حطيت معلقة زبدة صغيرة كده، اول ما ساحت نزلت بالبيفي بتاعي، وايه فتفته بقى كده وهرسه خالص في الطاسة. ما حطيتش يعني مواد دهنية كتير، لا ده حاجة بسيطة خالص، معلقة زبدة صغننة خالص كده. هنا بعد ما هرسته خالص وفتحته معايا، هنزل عليه بقى ايه بيضتين. كان فيه بيضة اهي، اقلبها خالص فيه في الخليط بقى، وطعمه بسم الله ما شاء الله كان تحفة. وشوية فلفل اسود بقى، وبسم الله ما شاء الله،
حاجة نضيفة مضمونة. يا رب تعجبكم، ويا رب لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسونيش في اللايك وتعليق حلو منكم. نفسي في تعليقات حلوة منكم عشان تفتحوا نفسي واعمل لكم كل حاجة حلوة ان شاء الله. يعني البيفي ده عملناه في البيت، انا ما كنتش اعرف طريقته من زمان صراحة، واول ما عرفت طريقته قلت لازم انزلها لكم واعملها لاولادي باذن الله. شايفين بقى الجمال؟ طبق خرافة وشوية شطة بقى وبس. السلام عليكم.